زوزة. شفتوا فصل زوزة هناك اهو. ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. كنت اول مره بتشوفيني انا بس دي قناتي، خشي خدي جوله فيها، بتمنى تعجبك. ما تنسيش لايك وشير والسبسكرايب. يلا بينا نبدا على فيديو النهارده. قاعدين سنين زيزو، خدنا لوجي، سالنا لوجينا في يعني لسه الترم ولا كده، قالوا لا خلصنا، لو عايزين الولاد ما يجوش تاني مفيش مشكله، احنا كده كده عادي شغالين لو هتجيبوهم يعني. وزياد برضو خلصوا الترم خلاص وبيراجعوا، فخلاص يعني كده النهارده هناخدهم نروحوهم معانا واخر يوم يعني كده في المدرسه. المهم خليكي معايا ويلا بينا نبدا على الفيديو. نسينا نصلي اول الفيديو على الرسول مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بصوا احنا ركبنا، قلنا بالمره كده ناخدهم نمشيهم نمرجحهم شويه، هننزل الهايبر وهنشوف لو احتاجنا حاجه هنجيبوها بالمره. المهم متنسيش اللايك وخليكي معايا. بابا الاول هيقول ايه؟ بصوا الجو فاضي ازاي، قلنا هنيجي نلاقيه زحمه، لا الجو تمام اهو مفيش حاجه. عايزه منبه اهي، ان شاء الله اجيبه لها. قلت هنطلع بقى من جو التنظيف والترويق، نازلين كده نتمشى شويه، مش عارفه هنجيب حاجات ولا لا. المهم قلنا نمرجح يعني العيال زي ما قلت لكم في اول فيديو كده، فقلت اخدكم معايا تغيروا جو، اشمعنى انا يعني. خليكي معايا. دخلنا بقى كده على فتح الله. اول حاجه حاطين شنط الولاد، مرضوش يسلموها بره عادي يعني، اللي يحطيها في العربيه، وقرعوا الجواكت بتاعتهم. حاطه ليان قعداها وجاكيت لوجينا من هنا وزياد من هنا، ماسكينها من الناحيتين عشان لسه بعلمها تقعد دلوقتي عشان ما تقعش. بس بقى قلت ايه، ندخل نشوف ايه الاسعار. كان ساعة ما ساعة اول الشهر يعني كان في عروض، واخر الشهر اللي فات كان في عروض وكان في حاجات كويسة. النهارده مفيش اي عروض. بصوا احنا دخلنا القسم ده ويا ريتنا ما دخلناه. بجيب الرز وببص ورايا لقيتهم دخلوا هنا. وبص انا بقى هنا على الفشار بشاور على اجيب ولا لا. احنا بنحبه كتير كده تسالي في الشتاء الصراحه، في الاخر بنضرب وايه ونتخن بقى. بصوا ليلي قاعده ازاي، عسله. يلا الحمد لله. عيد ميلاد له جاينا يوم الجمعه ان شاء الله. انا مش عارفه، تقريبا الفيديو ده ينزل لكم يوم الجمعه، يوم 9/12 عيد ميلادها. اتقفل 6 سنين. بقول لك كل سنه وانت طيبه تحت في الكومنتات. المهم طلعنا، مفيش اي اوكازيونات بقى، خلاص وقفوا الكلام ده كده كله مفيش. اهو المقرمشات من هنا يا بابا عايزه حبهان، فالراجل بيوزن لي ورا هنا الحبهان. يعني دخلت القسم بتاع العطاره عشان هو انا كل اللي جبته رز. جبنا كرتونه بيض لحماتي، انا عندي بيض. جبت حبهان. بابا جاب شوكولاته واحنا طالعين ناحيه الكاشير لقينا الشوكولاتات، جاب لنا شوكولاته. جبت ايه تاني مش فاكره والله، جبت ايه تاني يعني، ما جبناش حاجات كتيره يعني. بس لان انا يا دوبك كنت هنا من كام يوم بالظبط وجبت كل حاجاتي وجبت خزين شهري، فتمام يعني الحمد لله. قلت بقى ايه اصور لكم شويه تمشيه كده مع بعضينا، ناخد الولاد ونطلعهم بره. بصوا الشوكولاته. إيه همرجحهم يعني يغيروا جو، بما ان النهارده خلاص احنا خدناهم من المدرسه وكنا بنشاور علينا ده اخر يوم. لا مش اخر يوم، طب نسيبهم، طب ايه، فسالناهم. لوجينا عايزه تروح وزياد لا خلاص حس بملل. وبعدين انا كده كده بدخل الفصول نفسها. زياد مفيش يعني، هما التختتين اللي قدام كل صف وبس على كده، ومش كتير كمان، كام عيل تعدى على الصوابع. خلصوا المنهج وبيعيدوا. لوجينا الميس بتاع قالت لي احنا خلاص خلصنا، بس عايزه قعديهم كده كده الفصل فاضي يعني. انا شفت مفيش اولاد كتيره، عايزه تجيبيها احنا شغالين مفيش مشكله عندنا. بس ساعه الامتحانات بيضطروا يقعدوا الاولاد علشان خاطر بقى ايه، لو الاولاد الكبيره لو ليهم اخوات ما يقولش حد شايل حاجه مع اخوه مع اخته، بيغشوا ما بيغشوش الكلام ده كده كله. فصراحه راح جابه بقى في الاخر قال لي لا خلاص على كده مروحنا يعني. خليهم بقى يقعدوا وخلاص، احنا نعتمد على ان احنا ندخلهم درس هنا زي ما كانوا في الاول لو تفتكروا.
او اذاكر لهم في البيت، بس ايه اقعدهم يومين كده ولا حاجه يستريحوا يعني شويه وبس. بصوا هم قاعدين مبسوطين ان هم ماشيين من غير الشنط ومن غير الجواكت، كانوا حرانين. واليوم ده اصلا كان الجو كويس. رحنا لوجين زي ما يكون رايحين في وقتنا بالظبط، عارفين الطفل لما يحصل له حاجه وعايز حضن ماما او حضن بابا، فلما رحنا لقيناها يا حبيبتي صحابها لعبوا بالشمسيه فكسروها. اول ما شافتني دخلت في حضني وقعدت تعيط انا وبابا، اللي هو انتوا اخيرا جيتوا والشمسيه اتكسرت. صح يا لولو؟ قاعده بتضحك، قاعده جنبي بتضحك. من بقى دخلناهم هنا اهوت، هم بيحبوا القسم ده قوي، نن عينيهم القسم ده. بس ف تشوفون بقى كل واحد فيهم بيختار اللعبه بتاعته. زي ده هيدخل هنا اهوت في عند العربيات دي 5 دقايق بالظبط والاقيه جايلي، يا حبيبي انت ملحقتش، يقولي ما هو 5 دقايق. تذكره ب15 جنيه، بس مش كل اللعب يعني، زي مثلا زي دي كده ب7 جنيه، حاجات الاطفال الصغنطوطه خالص. لكن بقيه الالعاب بعتقد معظمها ب15 يعني. البيت الكبير اللي بيحبوا يجوا كل مره، تقريبا صورته كذا مره قبل كده معاكم يعني، الفيسبا دي برضو ب7. البيت الكبير ده ب15. لا تدخلوا له جاي ان هي الاول، وزياد لما احس يا حبيبي ان هو ملعبش فهقول له خلاص تعالى ادخل هنا. كانوا عايزين دي الاول، وبعدين زياد اللي عايز ولوجيني لا، فقلت لهم لا استقروا على لعبه، يا اما انتوا الاتنين مع بعض يا اما كل واحد يختار لعبه ايه مع نفسه. لكن ديت يا زياد انت هتبقى عايز حد قصادك، فغلبان والله مغلوب على امره، فبيرضى بالامر الواقع قال خلاص بقى، فاختار حاجه تانية. لوجيني دخلت هنا، وهاخده هو بقى ايه في اللعبه بتاعته هناك. تعالى يا زيزي، تعالى انت بقى نروح هناك كده عشان تدفع العمر. كل واحد فيهم اندمج بقى في اللعبه بتاعته. المهم كنت عايزه اقول لكم ايه، الفيديو اللي فات اللي هو نزل لكم دوت يعني اخر ملل الصراحه والله العظيم، كان غريب ما تفهموش ماله. المونتاج بتاعه اتمسح كذا مره، مقاطع كانت بتتمسح وارجع احملها من اول وجديد، بمنتجه على كذا يوم، وبعد ما تمنتج وتظبط وتحمل خاص على اليوتيوب نفسه اليوم، كل ما يجي ينزل في يومه مش لاقيه له عنوان، مش لاقيه له حاجه غريبه، هو واقف. الحمد لله ان اخيرا نزل، طهقني والله العظيم. وكمان الجهاز مش عارفه ماله يعني، النهارده كنت بصور لكم فيديو قطع على سهوه، مش عايز يصور مش عايز يحمل حاجات، فانا لازم اخلص اللي في الجهاز عشان امسح اول باول. بصوا ليلي قاعده ازاي مزنوقه بالبتوعتين بتوع اخواتها الجواكت، عشان مجريه لكم المقطع فتحس ان رجلها بتلعب كتير. شايفه الانوار بتاعت اللعبه اللي قدامها، فقاعده بقى ايه تلعب بتلهي نفسها فيها، سكر صغنغن خالص. بصي بس كده احنا وصلنا لاخر الفيديو. بصوا بقى المقطع اللي جاي ده يتعمل فيا ايه لما اروح. طب ده ينفع يا ماما؟ ننتي مش شايفه نفسها فيه، واخداني معايا بتتعارك مع نفسها، واخداني معايا بتتعارك معايا، بتكمل معايا. تعملي ايه انت؟ المشاية دي من ايام زياد بتاعته وهو صغنن، اخدت زياد ولوجينا ماشي وليان كمان اهي. يا ليلي رايحه فين؟ هنا بغلي المكرونه عشان هعمل مكرونه صلصه، بس هعملها اللي هي مكرونه فرن دي، بحبها قوي هي صلصه الصراحه. بصوا تاني يا ماما، انتي هتتعاركي هنا يا هنا، دوري على حد تتعاركي معاه. روحي هناك شويه، روحي هناك شويه حبيبي، يعني لازم تتعارك مع حاجه. المهم ان احنا وصلنا لاخر الفيديو، اوعي تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ولا اله الا الله محمد رسول الله.